بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنطبخ مع بعض نص كيلو لحمه ملبسه، يعني فيها سمنيه كده شويه، مع حبه باميه صغيرين كده نص كيلو. بس الباميه ديت متفرزه، يعني ايه؟ يعني انا جايباها جاهزه من جاهزه، يعني متفرزه جاهزه من اللي بتتباع دي. اول حاجه هنعمل شوحنا اللحمه وطبخناها زي ما احنا عارفين. خدنا حته ليا اهي، شوحناها في حبة زيت كده، وهننزل عليهم بقرن شطة حلو وقرن شطة حر، 2 مع بعض، وفصين توم. بعد ما هيتقلوا كده شوية، او الحتة اللي هي دي هتتقلى شوية كده عشان بس ما تبقاش نية، تحمر كده. هنقوم نازلين بالبامية تقلبتين، ونكون عصرين معانا الطماطم، بس ما تبقاش مية، يعني تبقى تقيلة، عشان البامية مش عايزينها دايبة، احنا عايزينها تبقى فيها صلصة تقيلة، تبقى حلوة، يعني غلوتين، لانها طبعا متفرزة، يعني مسلوقة ومتعانة جاهزة اهو الكيس اهو. بعد ما شوحنا عملنا التومة بالحتة اللي هي، نزلنا بالبامية كده تمام. هنسيبها كده تشويحتين كده مع بعض، وهنحط البهارات بتاعتها والملح بتاعها ونظبطها، وبعدين ننزل بالطماطم. تبقى كده دي خلصت. طبعا احنا ما بنيجي نطبخ مش بنطبخ حاجه واحده بس، لا، بنشغل نفسنا كده على كذا عين من البوتاجاز، يعني عين عليها اللي احنا بنطبخه، اللي هو كان الباميه او اي خضار، والعين التانية مثلا الرز او اللحمه او كده. طبعا انا حطيت اللحمه الاول علشان اللحمه تستوى، هتكون الباميه استوت نص سوا كده او غلت غلوتين. هناخد حتتين لحمه حلوين وننزلهم في الباميه، ياخدوا لفه معاها كده او غلوه معاها، ونطفي عشان تبقى لحمه باميه معاها لحميه، بتاخد طعمة الباميه، بتبقى اللحمه طعمها حلو وتغيير عن البطاطس وعن الملوخيه وعن ده. اللحمه بتكون في الباميه بيبقى طعمها جميل قوي، بالذات لما تكون سمينه. هنا اهو هي استلقت وقربت تخلص، لان الشوربه بتاعتها نقصت اهي. هناخد بقى حتتين حلوين كده نحطهم في الباميه، تقلبتين 2 وغلوتين 2 كده، وهنقفل عليها. هي كده زي ما يكون خلاص تمام كده. معلش بقى اعذروني، انا بسجل بعد الفيديو لان بيبقى فيه دوشه حواليا وكده. يا ريت الفيديو ده يعجبكم، متنسوش بقى في الاشتراك وتفعيل زر الجرس. الباميه هنا خلصت. طبعا انا مولعه بقى على الرز والحاجه غرفنا اهو. يا ريت الاكل بتاعنا يعجبكم. سلام.